أهلا بيكم يا أحلى متابعين في قناة ملوكة الإخبارية. معاكم ملوكة، وده وقت النشرة الشاملة. في 6 دقايق بس هتعرفوا أهم أخبار مصر والعالم كله. ركزوا معايا ويلا نبدأ. خبر رقم 1: مشروعات جديدة في مصر. الحكومة بتكمل شغلها في مبادرة حياة كريمة. دلوقتي في توسعات كبيرة في شبكات المياه والكهرباء في القرى. كمان بيتم تطوير المدارس والوحدات الصحية، وده كله عشان كل المصريين يعيشوا في بيئة أحسن. خبر رقم 2: الوضع الاقتصادي. البنك المركزي أعلن إن الجنيه المصري مستقر نوعاً ما في السوق الرسمية، وفي إجراءات لضبط التضخم. كمان في تحركات لزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة والصناعات المحلية، والهدف تقليل الاستيراد وزيادة التصدير. خبر رقم 3: الأسعار والتموين. وزارة التموين بدأت حملات تفتيش قوية على المحلات والأسواق، والناس فعلاً حست بفرق بسيط في الأسعار الحاجات الأساسية زي السكر والزيت والمكرونة. في كمان شكاوى عن نقص في بعض السلع، بس الوزارة وعدت إنها تزود الكميات وتشد الرقابة. خبر رقم 4: حالة الجو. هيئة الأرصاد بتقول إن في موجة حر جديدة بدأت. الحرارة هتفضل عالية الأيام الجاية، والمواطنين محتاجين يشربوا مية كتير ويتجنبوا الخروج وقت الظهر، خصوصاً الأطفال وكبار السن. خبر رقم 5: المواصلات. وزارة النقل أعلنت عن جدول جديد للقطارات، في زيادات بسيطة في الأسعار بس في خدمات محسنة. كمان في مشروع مترو جديد شغالين عليه في الدلتا، هيقلل الزحمة ويوفر وقت كبير للناس. خبر رقم 6: الرياضة. الأهلي والزمالك لسه في حالة استعداد لموسم ساخن. الأهلي بيجرب لاعبين جداد في مركز الهجوم، والزمالك بيقفل صفقة مع مهاجم تونسي. كمان في أخبار عن تطورات في الدوري المصري والنظام التحكيم بالفيديو. خبر رقم 7: العالم. في أخبار دولية مهمة. الاتحاد الأوروبي اجتمع يناقش أزمة الطاقة بسبب نقص الغاز بعد الأحداث الأخيرة في أوروبا الشرقية، وفي دول بدأت تتجه للطاقة الشمسية بشكل كبير. ده هيأثر على السوق العالمي كله. والخاتمة. وكده تكون خلصت نشرتنا الشاملة من قناة ملوكة الإخبارية. استنونا دايما في تغطية يومية سريعة وسهلة باللهجة العامية ومن قلب الحدث. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات. مع السلامة لو